وفي اليوم التالي رحنا أنا وسمر لبيت فرح، وكان كل تصميمي عشان أعرف حكاية فرح شاهين. وكان معايا السيدي بتاع نجاة الصغيرة. سمر كانت بتشوف الحكاية من زاوية تانية. كان رأيها أن اللي عند فرح مرض نفسي زي جنون هلوسة تخيل واسع. أنا كنت بصارحة كنت تايهة بين اللي بتقوله سمر وبين اللي بشوفه من فرح وبين اللي بيقوله الدكتور خليل. بس أنا ما يأستش على لاقلي، وبحاول وبجرب. ولما دخلنا بيتهم فتحت لنا الباب فرح ووراها والدتها. كانت سعيدة بينا وقالت: أهلا وسهلا. قلت: فروحه زيك جبت لك معايا حاجة جميلة. قالت: حاجة يا سيدي في أغاني جميلة، تعالي نسمعها مع بعض. ماشي. وراحت جرية على أوضتها وشغلت السيدي، وبدأ صوت نجاة الصغيرة ينساب عبر